هل فعلا في أطعمة أو مأكولات ممكن تحمي العين من أخطر الأمراض زي العنوان ما بيقول، ولا ده مجرد جذب انتباه؟ الحقيقة إن شبكية العين هي أكتر عضو في الجسم محتاج طاقة علشان تقوم بالمهام الوظيفية بتاعتها. بالتالي هي من أكتر أعضاء الجسم اللي محتاجة لأطعمة جيدة مليانة بالفيتامينات المفيدة. وجدوا إن بعض الأطعمة مش بس بتأخر الإصابة ببعض أمراض العين، ده كمان فعلا ممكن تمنع حدوثها وتحسن من النظر ومن وظائف العين. رقم واحد، وطبعا كلنا عارفين ده وبنسمعه، إن الجزر بيقوي النظر، فرقم واحد هو الأطعمة اللي بتحتوي على فيتامين إيه. صدق او لا تصدق، هو مش الجزر رقم واحد في الاحتواء على فيتامين ايه، لا، البطاطا تحتوي يمكن على ضعف كمية فيتامين ايه الموجودة في الجزر. وفيتامين ايه من اهم الفيتامينات للعين. العين محتاجة فيتامين ايه علشان تقدر تلقط الضوء من خلال الشبكية وتبعت إشارة للمخ عشان يقدر يكون الصورة اللي قدامه ويقدر يشوفها. فبالتالي فيتامين ايه مهم لأهم وظيفة في العين وهي النظر. وخصوصا بقى في الضوء الخافت زي ما قلت في حلقة العمل الليلي، وقد ايه الحلقة دي مهمة جدا، واتكلمت فيها عن أهمية فيتامين إيه، وإن نقص فيتامين إيه بتؤدي إلى بعض الأمراض اللي أهمها العمى الليلي. بالتالي فيتامين إيه مهم جدا للنظر، مهم جدا للوقاية من العمى الليلي والرؤية في الظلام. وتاني أهمية الفيتامين إيه إنه بيحافظ على العين، أو إنه بيمنع جفاف العين. جفاف العين على فكرة الناس ممكن تكون مستهونة بيه، وللأسف هو ممكن من أشهر الأمراض العين اللي موجودة. بالتالي جفاف العين الناتج عن النقص الشديد لفيتامين إيه ممكن يكون حاجة على سطح القرنية اسمها بيتوت سبوت، ده شكلها، ده علامة خطر، معناها ان فيتامين ايه قليل جدا ولازم ياخد حاجات فيها فيتامين ايه او حتى ادوية لعلاج نقص فيتامين ايه. تاني حاجة عندنا مهمة للعين الخضروات الورقية الخضراء زي السبانخ والملوخية. ممكن تكون انت مش بتحب حاجة زي السبانخ، لكن هي مهمة. وكمان الملوخية فيهم مادتين، مادة ليوتين ومادة زيازانثين، ودي صبغات طبيعية موجودة بنسب عالية في حتة في الشبكية بتاع العين اسمها الماكيولا. زي ما تقول كده ده مركز الرؤية، ده الحاجة اللي بتخليك تشوف الصورة 6/6، تشوفها شارب واضحة كويس قوي، وكمان بتساعدك انك تشوف الألوان. اليوتين ده كمان بيقلل الإصابة بأمراض معينة زي المية البيضاء وحاجة اسمها الماكيولار ديجنريشن، إنه الجزء بتاع الماكيولا بتاع العين ده بيحصل فيه مشكلة وخصوصا مع السن. وكمان بتساعد في علاج أمراض الشبكية المتعلقة بالإصابة بمرض السكر. فقد إيه إنه الخضروات الورقية دي مهمة جدا. تالت حاجة مهمة جدا للعين الفواكه المحتوية على فيتامين سي، طبعا كلنا عارفين زي الليمون والبرتقال واليوسفي. طب يا ترى ايه أهمية فيتامين سي للعين؟ هو عبارة عن أنتي أوكسيدانت مهم، سائل في العين، كنت اتكلمت عنه في حلقة المية الزرقاء، موجود في الفراغ ما بين القرنية وعدسة العين، وله أهميات كتيرة جدا للعين. المهم إنه فيتامين سي ده مهم لاستكوين السائل ده، وكمان مهم إنه بيمنع أمراض زي المية البيضاء وأمراض الشبكية زي ما قلت اللي هو الماكولار ديجنريشن أو إصابة الجزء مركز الرؤية في العين ده. رابع حاجة مهمة معانا هو أوميجا 3. اوميجا 3 فاتي اسيد ده موجود زي ما احنا عارفين انه موجود في بعض الاسماك زي السلمون والتونه، موجود في المكسرات خصوصا عين الجمل، موجود في البيض. وده مهم جدا، وبرضه اتكلمت عنه في حلقه جفاف العين وفي حلقه الكيس الدهني، وقلت انه الناس اللي بيتكرر عندها الكيس الدهني بشكل كبير ممكن تمشي على اوميجا 3 فاتي اسيد، لانه هيساعد على تكوين الطبقه الدهنيه اللي بتكون الدموع. غير ان اوميجا 3 اصلا ده مكون اساسي ومهم في نمو المخ كمان الشبكيه، بما انها جزء عصبي يعتبر جزء من المخ. بالتالي ده كمان بتساعد على الوقايه من امراض زي الامراض الشبكيه المتعلقه بمرض السكر، وزي ما قلت جفاف العين والاصابه المتكرره بالاكياس الدهنيه. غير انه مهم طبعا للقلب والعظام والمخ. وفي ناس ممكن تفتكر انها ممكن تكتفي بس بحبوب اوميجا 3، لكن وجدوا كمان دراسات وجدت انك تحصل على الاوميجا 3 من الاطعمه زي اللي قلت عليها بتكون افيد ونتائجها افضل كتير من انك تاخد بس مجرد حبوب. خامس واخر حاجه هتكلم عنها النهارده هو الاطعمه اللي بتحتوي على فيتامين اي والزنك. قد ايه احنا عارفين طبعا ودايما نسمع ان الزنك ده مهم للبشره والجلد وكده، ولكن هو كمان مهم للعين. فيتامين اي والزنك بيساعدوا على تحويل الفيتامين اي لميلانين، والميلانين ده مهم جدا لحمايه شبكيه العين من اشعه الشمس الضاره، وحمايه كمان عدسه العين من الاصابه بالميه البيضاء. كمان مهمين في الرؤيه الليليه وتجنب العمى الليلي. الحاجات الأطعمة اللي زي دي زي الأفوكاتو، زي اللوز، الكيوي، المانجا، الخس والسمك ومنتجات الألبان والمكسرات. كل دي حاجات مهمة جدا ومفيدة ومتوفرة عندنا. الوقاية خير من العلاج، مش لازم نستنى لما يحصل المرض علشان نعالجه، احنا ممكن نمنعه ونحافظ على عينينا لامعة وصحية وجميلة. البصر نعمة كبيرة من ربنا، يا ريت نحاول نحافظ عليها. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة. لو عايزين فيديوهات أكتر عن التوعية الرمادية ابحثوا عن الأوكيوليست.
واكتبوا لي في كومنت عايزين الحلقة الجاية تكون عن ايه، وايه رأيكم في الحلقة دي. شكرا ليكم، سلام عليكم.